السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اجعلكم في فيديو جديد كده ان شاء الله يعجبكم. فيديو كده الشعب المصري كله بيحبه الا ما رحم ربي. مش كل الناس بتحب الفسيخ. بقول لكم انا رحت عند بتاعه الخضره، خدت كل الخضره، ودي خضره محشيه هشيلها ونبقى ننضفها ايه مع بعض. المهم ان انا جبت ايه، انا بقى ايه، البصل والخس، عشان هناكل ايه، هناكل فسيخ. طبعا عرفتوا كلكم من الصوره المصغره. المهم ايه، ان انا دلوقتي في مقطع ضاع مني. المقطع ده كنت مصوره من 20 يوم، تمام، عشان خاطر اللي هو اول ما الفسيخ انا جبته. انا كنت عاملاه قبل كده، فهحط لكم اللينك بتاع الفيديو في اول تعليق مثبت ان شاء الله عشان تشوفوه من اوله. بس هو ايه، انا هقول لكم برضك على طريقته وانا شغاله، تمام. المهم انا جبت 3 كيلو من البوري. في الاسعار البوري بين 70 و80 و90 لحد 110. هاتي بقى الحجم اللي انت عايزاه. انا جبت الكيلو 2، تمام. ملحته بقى حلو كده. المهم ان انا جبت السمك، ال3 كيلو طلعوا 5 سمكات، تمام. جبته بقى. بعد ما جبته يا جماعه، انا هقول لكم على المقطع اللي انا مش لاقياه. انا غسلته كويس جدا، اتصلت بالسماك قلت له انا عايزه سمك اعمله فسيخ ما يكونش محطوط عليه تلج. قال لي ماشي يا مشاهد، ان شاء الله بكره اول ما السمك ينزل هبعتهولك انت اول واحده على طول. وفعلا ما كدبش خبر، بعت لي السمك، تمام. زي ما قلت لكم، بعت لي 3 كيلو 5 سمكات. المهم ان انا خدته تحت الحوض، شطفته كويس جدا من غير ما افتحه. شطفت الخياشيم بتاعته، وقلبته كده على بقه كده، يتصفى، تمام. وبعد ما اتصفى كويس جدا، كان الكلام ده الساعه 2 الظهر، ولعت الفرن على درجه حراره 150 لحد ما سخنت كويس جدا. وبعد كده فصلتها، ورحت رصه السمك على الشبكة، وحطيت تحتيه الصاج بتاع الفرن، تمام. وسبته من 2 الظهر لحد الساعة 12 بالليل. بعد ما طفيت الفرن، ولعت الفرن على درجة حرارة 150 وطفيته لما سخنت. وبعد كده ابتديت احط ال ال السمك، تمام. فضل بقى في الفرن لحد الساعة 12 بالليل، لما السمكية كده تحس انها قددت كده، نشفت كده ببعضها. المهم انا طلعتها وعملت لها زي مساج كده. ولو في خياشينها لسه في دم ولا حاجه، ببتدي ان انا ايه، انشفها بمنديل ورق وارميه. ابتديت بقى احط على الاتنين كيلو، على التلاتة كيلو فسيخ، اللي هم ايه، سمكتين، 5 سمكات. حطيت على التلاتة كيلو فسيخ، حطيت 3 مجات من المج اللي بتشربي فيه الشاي الساده ملح خشن، تمام. 4 معالق كبار من الخل، معلقه كبيره من الكركم، 3 4 ورقات كده من اللورة، وقرون اللي هي الشطة، اللي هي الشطة الأسواني بس قرون، وهي الجريمة، تمام. قفلته بقى بعد ما حبشته كده كده، ومليت الخياشين ملح. حطيت في الكياس سمكة عكس سمكة، سمكة عكس سمكة، وبين كل سمكة وسمكة بقيت برش ملح، تمام. وحطيت كيسة جوه كيسة، كيسة جوه كيسة. وقبل ما اقفل كنت حاطة نص كوباية من الزيت، وقفلت عليه كويس جدا بكل الاكياس، وحطيته في العلبة، وحط عليه حاجة تقيلة، وغطيت العلبة، وسبته في مكان دافي لحد ما عدى 20 يوم. وهكذا بعد ال20 يوم هذه الجريمة، تمام. يعني مش عايزة اقول لكم ما تخافوش ان السمك يتعمل فسيخ في الشتاء. لا، حلو جدا ما شاء الله، قوة الا بالله. وهفتحه معاكم وهوريه لكم من جوه اللون. ومش عايزه اقول لكم كان الطعم جميل. حماتي قالت لي وريني شطارتك، هتعملي لنا فسيخ في الشتاء، ازاي؟ وانا قلت لها يلا ابعتي هاتي الفسيخ وانا اعمل لك ابعتي هاتي السمك وانا اعمل لك الفسيخ، تمام. المهم انا بقول لكم هنا بقى، بصوا شايفين الجمال؟ بصوا هوريكم لونه وقد ايه بيتنضف بسرعه، لان الفسيخه او البوريه كانت طازه. بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين اللون الوردي؟ هقرب لكم كمان الكاميرا اهو. انا بص قربت لكم الكاميرا، بصوا اللون. شايفين؟ ادي اللورا، وادي الاحمر ده القرون الشطه الحمراء. بيحفظوا يعني، وما بتخافيش منه، وريحته كانت جميله. اهم حاجه يكون في مكان دافي، والعلبه تكون مغطيه كويس، والاكياس مقفله كويس، تمام. بوريكم، بقول لكم لقيت واحده فيها بطروخ، وهفتحها بقى. بصوا مش عايزه اقول لكم، شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه كده يعني وهم بجد. بصوا جربوه، كيلو الفسيخ بره ب200 جنيه. يعني حاجه كده صراحه صعب جدا، ب200 جنيه بدون مبالغه والله. انا سأل عليه ب200 جنيه. المهم السمك فيه بقول لكم بادئ من 70 لحد 110 او 100. ممكن كمان تنزلي الميدان تجيبيه البوري المبطرخ، بس يكون حد واثقه منه، عامل 70 جنيه زي الفل، ده اوانه. بصوا شايفين جماله؟ شايفين اللون حلو قد ايه؟ سهل وبسيط وحاجه، بصوا زي الزبده.
نبتدي بقى ننضفه كده، بقص انا الجناب كده مبقاش عايزاها، وانضف كده الباقي. بصوا بيتنضف معايا بسرعه ازاي، عشان خاطر زي ما قلت لكم السمكه كانت طازه. تمام. اهم حاجه يا جماعه تبلغوا السماك بتاعكم، او لو انتوا هتشتروه ما يكونش عليه تلج، التلج بيطلع الفسيخ صعب جدا. تمام. خلاص نضفته، دي بقى هخليها معاكم. تمام. عشان اوريكم قد ايه السمكه كانت طريه خالص، يعني مش في الصيف بس، لا في الصيف والشتاء يتفسخ مفيش مشكله. اهم حاجه تمشي على الخطوات مظبوطه، تكون السمكه يعني سمكه كده سمكيه نظيفه، انتي واثقه من السماك بتاعك. بصوا شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، هيتنضف كده. شايفين بصوا زبده زبده والله المعلقه بتجري فيه. ولا لونه، بصوا شايفين اللون ما شاء الله. ده لا لون الفسيخ بقى اللي هو يعني فسيخ بقى بصراحة، فسيخ مش لونه بقى لا ابيض ولا رصاصي، لا زي الفل ما شاء الله لا قوة الا بالله. الف هنا وشفا على اللي كل. بصوا بقول لكم شايفين نزلت ازاي، ما فيهاش اي حاجة. هنلم بقى الدنيا كده، وهنبتدي بقى ايه الرنجة. تمام. الرنجة دي كانت متلجة وانا بكلمكم، فروحت حطيتها في صينية وغطيتها وغطيت عليها النار. ساحت. بصوا بفتحها من الظهر ما تفتحهاش من الجنب، عشان الشوكة ما تعذبكيش، تعرفي تشيلي الشوكة بطريقة سهلة. بصوا ادي البطروخ اتشال بطريقة سهلة جدا. اهم حاجة تفتحيها من الظهر عشان تعرفي تسلكيها كويس. تمام اهي زي الفل. هبتدي بقى ان انا ايه افصصها كويس جدا، واطلعها من الشوك، واطلع الفصوص كده من الجلد، هتبقى على الجلده بس. الف هنا وشفا. جربوه ما تخافوش. انتوا عارفين طبعا الواحد بين حاجه وحاجه، يعني بين فتره وفتره كده بيشتاق للفسيخ كده وبيحبه. في ناس كتير بتحبه، احنا بنحبه جدا. ممكن نشاهد حاجه بسيطه لا. تمام. باباهم كده اللي انا يعني خليتها له دي، ممكن ياخد كده لقمتين على نفسه. بس احنا بقى عندنا الباقي بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. تمام. بصوا كلنا بقى يعني العيله بقى وعيله العيله كلوا بقى معانا بقى. الف هنا وشفا. بصوا بتطلع ازاي. كانت بقى بوسي هنا معديه عشان انا كنت حاطه بطاطس بقى على النار، بقى حمرت لهم كده كميه من البطاطس. تمام زي الفل. واديني هنا ظبطت بقى الدنيا. احط بقى كده الفلفل والليمون، اللي عايز بقى ايه فلفل حامي ياكل، عايز بقى فلفل بارد ياكل. وبحب اعصر الليمون عليه قبل ما وانا قاعده على الاكل، مش بحب اسيبه في الليمون ما بيبقاش طعمه حلو، لكن اعصري الليمون وكلي على طول. تمام. وادي الرنجة، وادي بقى البصل والخس غسلناه، وادي البطاطس المحمرة. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.